تعرف الإحساس ده؟ لما تلاقي نفسك كده منحصر قدامك طريق مسدود وورا ظهرك حاجة بتطاردك وقلبك بيدق بسرعة وعقلك بيصرخ وخلاص مفيش أمل. والموقف ده مش جديد، ده موقف حصل من آلاف السنين وكان أصعب مما تتخيل. خليني أحكي لك القصة بالظبط. في يوم من الأيام سيدنا موسى عليه السلام خرج كده مع قومه وكانوا خارجين من مصر، كانوا هربانين يعني من فرعون واللي خلى حياتهم جحيم. أنا عايز تتخيل معايا المشهد بس كده، إن الناس كتير كانت ماشية مش عارفين هم رايحين على فين، أطفال بقى ونساء وشيوخ وناس كتير كانوا تايهين، حرفيا كانوا كلهم خايفين ومش عارفين هم رايحين على إيه. والأرض كانت ساكنة تماما وصامتة ومفيش أي صوت إلا صوت خطواتهم وصوت بكائهم، لحد ما فجأة وصلوا عند البحر. وكده قدامهم المية اللي ملهاش آخر، ووراهم صوت ودخان الأحصنة اللي بتزيد واللي بتقرب أكتر وأكتر بتاع جيش فرعون. الناس لما بصوا وراهم وشافوا فرعون وجيشه وآلاف الجنود اللي جايين عليهم وكمان السيوف اللي بتلمع والعربيات الحربية، وقتها هنا الصرخات بدأت تعلى وتزيد وكلهم قالوا إنا لمدركون. يعني إيه؟ يعني هم خلاص اقتنعوا إن مفيش حل وإن انتهى كل شيء وإن هم هيموتوا هنا هيموتوا. فتخيل كده الرعب اللي كان مالي قلوبهم وقتها. أم مثلا ماسكة إيد طفلها وخايفة عليه، وشيخ كبير مثلا بيترعش كده من الخوف، وشباب كتير بيبصوا لبعض مش لاقيين أي حل، وكأن يعني خلاص الدنيا ضاقت عليهم مش عارفين يتصرفوا ازاي. البحر قدامك والعدو وراك والوقت كمان بيجري، ووسط كل الفوضى دي ظهر صوت واحد بس، والصوت ده كان مليان كده بيقين ومليان بثبات وقوة حرفيا زي الجبل. الصوت ده كان صوت سيدنا موسى عليه السلام وهو قدام بحر كده وواقف وشايف اللي محدش شايفه، وقال لهم كلهم كده كلا إن معي ربي سيهدين. والجملة دي ما كانتش مجرد جملة كده وكلمات عادية يعني بتتقال، دي كانت إعلان تحدي لليأس اللي كان موجود وقتها. سيدنا موسى ما كانش معاه يعني كده خطة سرية أو كان معاه جيش أو جنود يحميه، ولكن هو كان معاه حاجة أعظم من كده بكتير، وهي ثقته ويقينه إن ربنا سبحانه وتعالى مش هيسيب حد يلجأ ليه. وهنا بقى جه الأمر الإلهي، فأوحينا إلى موسى أن أضرب بعصاك البحر. ضربة واحدة بس، والعجيب واللي حصل بعدها إن المية اتشقت نصين واتخلق لهم طريق ناشف يقدروا إن هم يمشوا فيه. والناس اللي كانوا من دقيقة بس خايفين وتايهين خلاص بقوا قادرين إن هم يمشوا دلوقتي على الأرض صلبة ويعدوا فيها، والأمواج حواليهم عمالة تعلى ومفيش حاجة بتقرب منهم. وكده من وراهم فرعون وجيشه غرقوا، وقدامهم بقت حياة جديدة اتخلقت. بص يا صديقي، القصة دي مش للتاريخ وبس، لأن كل واحد فينا عنده بحر واقف قدامه وعدو بيطارده، ودايما بيحس إنه يائس كده وبيحس إنه تايه مش عارف يتصرف إزاي. وساعتها الحل مش لازم في إنه يكون إن أنت تشوف الطريق كله، ولكن الحل هو ممكن إن أنت تبقى واقف كده مع نفسك وتقول كلا إن معي ربي سيهدين. يعني تخيل جملة واحدة بس قادرة إن هي تغير مصير حياتك كله، طالما أنت عندك يقين في الله إن هو كده هيساعدك وإن هو كده هينجيك. فالمرة الجاية بقى لما تحس إنك تايه كده افتكر دايما الجملة دي كلا إن معي ربي سيهدين، وخليك كده واثق في ربنا دايما إن هو هيساعدك وهيرشدك للطريق الصح. سلام.